بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. يا جماعة، بس حبيت اني يعني افيدكم يعني عن حمض اللاكتيك تحضيره، اذا بدائل السكر، اذا تريد يعني بدل السكر او الخميرة الخبز، ممكن تستخدموا الخميرة بس حلبة، مجرد حلبة تحطها معه، بذر حلبة وتنقع يوم كامل كذاك، وبعدين طحنه. حتى لو مطحون ما مشكلة، تحطه مع الحلبة يكسر وحدها، تحطه مع المسمح مع الوصفة يعني. واما السكر، البديل هو التمر، بديل التمر. بس استخدم لك نص كوب تمر او 10 حبات تمر، ونزع منه النوى وحطه في الخلاط ومع الحلبة ومع الحليب. وبضيف له عاد اذا تريد تضيفون له مثلا اعشاب مثل مورينجا اي نوع من الاعشاب والفواكه اللي تريده، اللي تريد تستفيد منه يعني، من العناصر ماله والاغذية والفيتامينات والمعادن اللي تواجد في المسمح، في الثمار والاعشاب. حطه معاه وتركه. هذه المسمى الحلبة يعني سريع التخمير، تخمر الاكسير سريع، حمض اللاكتيك تحول حمض لاكتيك، ومنه يتواجد السكريات صارت موجودة في التمر، ويحضر ويخرج حمض اللاكتيك بدون يعني. طبعا السكر هو يتلاشى سواء سكر عادي، لكن عاد ايش ما يظهر في مثلا مادة كحولية مثلا، ولا وغاز ثاني اكسيد كربون ما ايضا ماشي، الا قليل عاد بعد مدة تحطه في الثلاجة. بس حبيت هذا افيدكم يعني استخدموا بداية السكر هو التمر، وبديل المسمح الخميرة هو الحلبة، سواء حلبة منبتة او حلبة مسمح منقوعة في ماي، تصير عالينة وطحنها معه. حتى البودر ما يحتاج، حتى لا منقوع لا شيء، حتى البودر مع الحلبة تطحنها بودر وتحطها معاه بعدين في الاكسير هذا. وبعدين الحلبة لها فوائد كبيرة يعني. الحلبة مفيدة حل جسم ايضا، تحطها مع الاكسير مفيد. بس هذا حبيت ان افيدكم يعني. وصلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. شوف هذا التمر، طبعا البديل هو التمر، وبدل السكر التمر استخدمت التمر. والخميرة ما استخدم خميرة مع الخبز، وهذا استخدمت الحلبة، حلبة منبتة لها مدة يعني. طبعا حلبة بيت هذا أخبركم عنه، أفيدكم في هالشيء. وصلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. طبعا هذا الحين يحتوي على الموسم، على حلبة ومورينجا وثوم وقطعة من ثمرة الحنظل، في مرارة شوية هيك، وقي طعم لذيذ يعني ممتاز. مورينجا وحلبة وتمر وثوم، هذا الثلاث: مورينجا وثوم وحلبة وتمر يتواجد في هذا الاكسير. وحنظل، قطع من الحنظل، قطع من ثمرة الحنظل، وطلع كثير ممتاز. وطبعا المعروف حمض اللاكتيك يعني. تقدر تتابعوا الشيخ اسمه محمد عبد الله الهواري، محمد عبد الله الهواري، تحصلوه في المسمى في التيك توك وفي اليوتيوب موجود.
وتحصل يعني ناس تستفاد وايد كثرة من هذا الإكسير. هو اللي نشره على النت. هذا الموسم الإكسير هو نشر على النت، وكان ناس ما تعرف عنه. محمد بن عبد الله الهواري. وطبعا هو يستخدم السكر وخميرة الخبز. هذا الخبز اللي يستخدم الفانجا طبعا. والفانجا هي فطريات طبعا اللي تباع في الأسواق. هذه فطريات وفانجا وهي تقوم بالتخمير، تصير تخمير فوري سريع، خميرة فورية. وصار انتقادات، يعني انتقادات انه اللي يسوي كحول، يسوي ما ادري ايش، يسوي ثاني كربون واجد، ويمكن يسوي ضرر فذا، وفي انتقدوه واجد. وحتى في يعني الناس اختصاصيين في الاعشاب انتقدوه. لكن المتابعين واللي استخدموا الطريقة ماله استفادوا يعني من أمراض كثيرة واجد، أمراض متنوعة. هذا يدل على أن الحمض اللاكتيك ممتاز، واللي يحتوي على البكتيريا وعلى كل شيء. هو بس يستخدم الحليب فقط، هو يخمر الحليب فقط. أما أنا سويت بدايل يعني، وبعد دخلت في طرق الأغذية تغذية، وصارت البكتيريا متنوعة أنواع أشكال، بعدها طويل المدى تبقى في الجسم، وفوايد ومغذي يعني بشكل أكبر. وطبعا الحمض اللاكتيك هذا هو يسميه مصلبا. قبل يعني كانوا يستخدموه أيام الأجداد، يستخدموه أول كان العلاج مشاكل الكبد والسكر. إذا واحد مرتفع عنده السكر يعني يخفض السكر، ومشاكل المعدة أيضا، ومشاكل واجد في الجسم. وطبعا الحمضيات هذه، والحمضيات أيضا تعالج الكبد، يعني الحمضيات تعالج الكبد. الدهون هذا وتراكم الدهون هو تسوي مشاكل في الكبد. وبعدين هذا إذا زاد الدهون كثر، خاصة الدهون المهدرجة في الجسم، تسوي لك مشاكل جسدية وحتى نفسية أيضا. ضيق داخل النفس من الدهون زيادة، والسكر واجد زيادة. وهذا الحل، يعني الحل الحمض اللاكتيك، هذا الأكاس، هذا الإكسير هو الحل الوحيد يعني الأفضل، يعني اللي يخلصك من مشاكل الدهون اللي تتراكم في الشرايين وفي الكبد. الكبد أيضا فيروسات يقضي عليها أيضا، ودع الكبد يعني ترجع كما حالته الأولى. وبعدين أيضا يمنع تشكل الحصى في الكلية، لأن مادة حمضية يذوب الحصى والمعادن، يذوبها ودعات تذوب وتفيد منها الجسم بدون ما تتراكم في الكلية وهذه مشاكل. هذا يعني فوائد الحمض اللاكتيك، واللي فوائد كثيرة، وناس عالجوا حتى أمراض في الدماغ، الزهايمر والأشياء. وتعرفوا أنتم محمد عبد الهواري هو اللي يعني دخل هذا الموسم النشر للفائدة في الموسمة على الانترنت وعلى التيك توك. وناس استفادت بالكمية كبيرة، يعني الناس استفادوا اللي يستفاد في العظام، لأنه يحتوي أيضا كيتو يوجه موسم المعادن، يوجه الكالسيوم إلى العظام والأشياء هذه بدل ما تتراكم الأشياء. وبعدين يزيل أيضا وفي نفس الوقت يزيل الكالسيوم من بين المفاصل. الكالسيوم بين المفاصل يزيله لأنه هو حمض، ومنه يرسل كالسيوم جديد يوجه التوجيه الصح. واللي متوجه خطأ ويسوي نتوءات حتى لا تخرب الغضاريف داخل المفاصل، تقطع الغضاريف، هو يزيل هذا الشيء ويكون العظم، ويوجه الكالسيوم للعظام، ويستفيد من الفاصل والعظام كامل. يعني هذا الفائدة المسمى، فائدة الحمض اللاكتيك، واللي فوائد كثيرة. وشوف انتم تجارب واحد اسمه الشيخ محمد عبد الله الهواري. وبس انا حبيت اني يعني ان اسوي بدايل فقط، يعني من ناحية المسمى كزيادة التغذية، وبعدين بديل السكر، وبديل موسم هذا الخميرة الخبز، حتى لا يتكون مسمى كحول والاشياء هذا النوع بس فقط. وانا حبيت اني مسمى يعني
في صف محمد عبد الله، يعني يكون صف محمد عبد الله، لأنه كثير ما يصير يهمل يعني، هو كثير والناس تستفيد منه، وبعدين يزيل حتى الكآبة والأمراض النفسية، ويعطيك قوة الدماغ أيضا. بس إيش يعني إنك ما تستمر لمدة طويلة واجد، توقف شوية بين لا توقف حتى المسمى الجسم يتعود الطبيعة الحالة الأولى يعني. وكل ما زاد عليك الدهون وتاكل دهون، طعمنا احنا اكلنا كله اكل يعني دهون وضيوت مهدرجه والاشياء هاي كلها وسموم يعني، ويحتاج ان الانسان ان يتخلص من يعني يساعد الكبد على الضغط على الكبد، ويحتاج الانسان يستخدم من هذا الاكاسير حتى يتخلص من هذه الامراض، وتساعد الكبد في تقدم وظيفتها بشكل افضل يعني، وترجع لحالتها الصحية. بس حبيت أنا أفيدكم هالشيء يعني. وصلوا حبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. وهذا هو البديل يعني، بديل السكر هو التمر، وبديل الخميرة حتى بدون تمر، حتى تقدر تستخدم ثمرة فيها سكرية يعني، ثمرة سكرية تطحنها معاه وفيها تتحول إلى سكر، مثل العنب والتفاح أيضا تعتبر بداية السكر أيضا. والخمير هو الحلب أسرع شيء في التخمير، البكتيريا مالها تسرع وتخمر الحليب بسرعة ويتحول إلى حليب سريع، إلى حمض لاكتيك سريع. وطبعا تضيفون مثل هالطريقة اللي نستخدمها يصير مغذي يعني، يصير عندك تغذية كامل، معادن يعني فل مرة متروس معادن وفيتامينات، وهذا يساعدك في مسمى يعني، يعطيك الصحة أكثر. وطبعا أنا قبل أن أشربه أضيف له من عقد عسل نحل طبيعي، عسل طبيعي، وأخذه والبكتيريا تلتهم السكر سريع، ويبقى مادة حمضية يعني، لكن أقل حموضة ومادة حمضية، وتشرب تستمتع يعني كأنك عندك مشروب طاقة قوي. وصلوا الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. وشفت بعض الشركات تستخدم اللبن، هذا مو قال لبن غازي، قال لبن في لبن غازي، قلنا في لبن، جربت شربت منه وتأكدت انه اللي يستخدموا حمض اللاكتيك يعني، طريقة هذه اللي مسمى تخمير الحليب، ويطلع غاز ثاني أكسيد الكربون، وناس تشربه في المحلات التجارية كمشروب غازي، لبن غازي يعني غريبة، ويشربوه الناس ما يضرهم، ولا حتى ان هذا حمض اللاكتيك داخله، هذا عملية تخمير اللبن، وتحصل نص كذاك حمض اللاكتيك صافي، وفوق لبن شوية كذاك، وتخلط كذاك عادي يتحول إلى أبيض. وصلوا الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. هذا حبيت أني أفيدكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ممكن تقرأوا لي قرآن، وهذا بعد صار شديد على العوارض أيضا، العوارض تثير مسمى يعني يأذيها هذا المسمى حمض اللاكتيك، في قوة على العوارض يعني يأذيها شوية يعني، عنده مس الشيطان وشو هذا، ويستخدم حمض اللاكتيك واجد، يصير المس يضعف عنده، يضعف. بس هذا حبيته أفيدكم، خاصة إذا قريت في قرآن يكون أقوى. وطبعا الحلبة أيضا مضاد، يكرهها المسمى، هذا العواد تكرهها، مع أن تخمروا أنتم بالحلبة، فهو مفيد صحيا يعني. تعرفت الحلبة وحدها كثير يعني عالم، ما قلنا لكم هذا أنا مستخدم فيها كثير واجد يعني، مورينجا وثوم، في ثوم حبة ثوم 5 حبات ثوم، ومورينجا طبعا أنا بوتل كبير يعني ما 1 لتر، هذا شال منه، ومورينجا وتمر وحنظل وقطع من حنظل صغيرة، وطلع كثير يعني، تمر وحلبة ومورينجا وثوم 4 مكونات، ومع اللبن حليب 5 مكونات. وصلوا حبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.